السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ إن شاء الله طيبين. بسوي معاكم اليوم الحنيني. طبعا الحنيني عبارة عن دقيق بر وموية وتمر منزوع النوى وسمنة. هنا عندي الدقيق البر شوي مالح، فحطيت ملح قليل، يمكن حوالي 4 كاسات دقيق بر. وهنا حطيت عليه شوية ملح، وطبعا بعجنه على يدي. تصير عندي عجينة يعني لينة وفي نفس الوقت يعني متماسكة، بس ما هي قاسية. هنا حطيت الموية وابتديت أعجن. وهنا ما شاء الله خلصت وبتركها تختمر ساعة كاملة. هنا ما شاء الله خلصت وحطيتها في القدر الكهربائي. ما شاء الله تستوي بسرعة وما تحتاج يعني انك رايحة جاية عليها. حطيت زيت تحت في القدر، وهنا خليتها 30 دقيقة. وهنا رحت اسوي الزبدة، حطيت زبدة طبعا وبأطبخها تتحول الى سمنة. هنا ما شاء الله القرص لما فتحت عليه هنا من فوق، رجعت قلبته هنا من تحت وخليت اللي تحت يستوي، يعني من فوق ومن تحت. هنا ما شاء الله الزبدة معي هنا تطبخ، وهنا التمر ما شاء الله طلعت النواة، وهنا ما شاء الله الزبدة. هنا أحط عليها تمرة، وهنا ما شاء الله خلاص استوت وتغير لونها. هنا ما شاء الله القرص هذا من الجهة الثانية خلاص خلص. حطيته في صينية وقطعته صغير عشان يبرد. وهنا ما شاء الله حضرت المحضرة حقت الطعام علشان بفتت القرص. هنا حطيت التمر أول شيء، وبعدين أحط قطع القرص حق الحنيني، وبعدين بحط جزء من الزبدة. يعني كل خلطة فيها جزء من الزبدة. هنا حطيت الزبدة، وهنا خلطة خلاص. هنا أحطه في قدر أخليه شوي يتقلب مع الزبدة يعني يتجانس مع بعض وياخذ حرارة. هنا ما شاء الله شوفوا كيف شكله. وهنا ما شاء الله غرفت الحنيني، والطعم ما شاء الله روعة. كان طعمه مرة لذيذ مع السمنة ومع التمر السكري. أول مرة أسويه بالسكري، كنت دائما أسويه بالإخلاص، بس مع السكري طلع مرة لذيذ. جربوه إن شاء الله بيعجبكم، والتقي معاكم في طبخة ثانية. والسلام عليكم ورحمة الله.